اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي فراولاتي عاملين ايه جميعا؟ يا رب تكونوا بألف خير. مع النهارده فيديو حلو قوي، وهبدأ الفيديو كده بحلة مية وشوية صابون في المية اللي جوه الحلة، وهنزل بالبيض فيها. حد فاهم حاجة؟ انا فاهم. هنغسل البيض يا جماعة، نديله فمين كده. يلا يا جميل، لو حد اول مرة بيشوفني، انا اختكم ام يوسف. اتمنى تشتركوا عندي في القناة يا امارات وتدعموني كده عشان القناة نفسي ان هي تكبر. وكمان اضغطوا على علامة الجرس اللي يا فوق الفيديو يا تحت الفيديو، من ما تلاقوها يعني، خليكوا ورا دوروا. اضغطوا عليها واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله يا فراولاتي، وتيجوا تنوروني. بحب كده لما اجيب الكرتونة البيض اني اغسل البيض، يعني اعقمه، عشان الوباء اللي مال الدنيا ده ربنا يسترها يا رب. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين، قولوا امين. ف بغسله كده بشوية مية وصابون، ما تنقعوش بالمية والصابون طبعا، لان هيمتص منك المية والصابون. ما تقوليش لا ده هو يعني بيبقى قشرته محجرة كده، لا بيتأثر طبعا. اللي هو في ثواني كده تغسلي البيض، وطبعا لازم تصفيه. فبمسك البيض كله كده بغسله بشوية المية والصابون بقى، وتحطي حاجة تانية غير المية والصابون. وبالليفة، الليفة بتاعت المواعين دي كده، اللي هي السفنجة. بقوم بقى غاسلة البيض، بحطه على جنب كده يتصفى. وبعد ما يتصفى خالص وينشف من المية، بقوم مدخلاه التلاجة، بحطه في مصفى بعد ما اغسله. غسلت بقى العلبة اللي كنت بغسل فيها البيض عشان اغسل بقية الفاكهة بتاعتي. الفيديو بتاعنا النهاردة حلو اوي، ان شاء الله يعجبكم. هنعمل فيه اصناف جميلة هتعجبكم. اغسل بس الحوض كده مكان الزفارة، لان البيض جه لما وصل كان اتكسر 2 3 منه. جايبين بقى فاكهة برضو من السوق. كل حاجة غالية يا جماعة، مفيش حاجة رخيصة في السوق والله العظيم. كل حاجة غالية. البرتقال ب15 جنيه، الجوافة مش عارفة ب10 ولا 15، التفاح ب30 جنيه. كل حاجة الحمد لله. بس لازم طبعا نجيبه عشان أولادنا وأطفالنا. هجيب بس الصينية كده بدل المصفى، وهغسل الفاكهة وارصها عليها. أنا بحط كده الفاكهة برضو بغسلها، مش بدخلها التلاجة. بغسلها بحطها تتصفى وبسيبها على السفرة، لاني لو دخلتها التلاجة محدش هياكلها في الساعة. يلا بينا بقى ندخل على اول صنف هنعمله مع بعض. هنعمل مع بعض الجلاش بالقشطة. الجلاش بالقشطة الكدابة يا قمر كده. وهنشوف مع بعض اسرار الجلاش بتاعة المحلات، والسيرب المظبوط، وايه اللي بيخلي جلاش المحلات اللي بيجيب يبقى دايب دوب في بقك كده. هنشوف مع بعض كل التفاصيل دي، خليكي معايا وكمل الفيديو. معايا كده نص رتل من الحليب او 3 كوبايات، اللي هي بتاعة العصير بتاعة المية دي، عارفينها. حطيت عليها 3 معالق كبار من النشا، وعليهم 3 معالق كبار من السكر. وما تكتريش السكر في الحشو دوت بتاع الجلاش، لان لسه هنحطه سيرب وكده، اللي هو يبقى الطعم متوازن معاكي، ما يبقاش مسكر قوي. وعلى نار وسط كده هقوم مقلبه. انا هنا بقول لكم كنت عامله حمام، وعامله رز بالخلطه، ومسيحه الزبده بتاع، كان فيديو والله العظيم كامل. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، بعد ما منتجته وبنزله ما لقيتش مساحه في التليفون، بفضي مساحة حذفت مقاطع من الفيديو. فالحمد لله والشكر لله، معرفتش ارجعها تاني. حطيت هنا كده على القشطة الكدابة اللي احنا بنعملها ديت كده رشة فانيليا. بلاش الفانيليا السايلة، مش بفضلها ابدا في اي حلويات ولا اي وصفات. الفانيليا اللي هي البودرة دي تحفة، اللي هي البواكي، او بتجيبها بودرة كده من عند العطار. فضلت بقى بالخليط على نار متوسطة كده، لما خلاص استوى معايا وتقل كده خلاص كده استوى. هاخده على جنب بقى واسيبه يبرد كده عشان نشوف هنعمل ايه. هعمل هنا كده السيرب او الشربات. 3 كوبايات من المية عليهم 3 كوبايات من السكر. مش هضيف هنا بقى لا ملح ليمون ولا عصير ليمون ولا حاجة. اللي هضيفه هنا اللي هو عسل الجلوكوز، بيمنع الشربات معاكي انه يسكر، انه يعمل لي حبوب سكر كده يسكر معاكي. وكمان بيدي لمعة حلوة قوي كده للحلويات اللي انتي بتعمليها. تعالوا بقى نشوفوا كده هنكمل وهنعمل ايه مع بعض. معايا لفة جلاش نص كيلو، لفة الجلاش ديت كده نص كيلو. انا هاخد اللفة كلها كده هستخدمها كاملة، مش هاخد منها ورق واسيب الباقي، لا انا عايزاها زي ما هي كده كاملة وبالعرض كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اقسمها مربعات. كنت بحاول بس كده اللي هو اظبط الورق بس على بعضه.
هبدأ اقسم الورق كده بتاع الجلاش مربعات. هتعملي اجمد صينية جلاش ممكن تجربيها، اقسم بالله رهيب كده، نفس طعم المحلات الكبيرة كمان، مش اي محلات. بصوا هنا كده كنت لخبطت، لقيت نفسي قطعتها مربع كبير شوية، بس هظبط الموضوع. انا عايزاها مربعات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده كده. ايوه كده، الله ينور، زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اسلكها بس كده. بصوا في ثواني هتكوني عاملة صينية الجلاش بالطريقة ديت كده. جبت بقى الكريمة بتاعتي او القشطة الكدابة. حلوة القشطة الكدابة دي، اشمعنى هي اللي مش هتكدب، ما كله بيكدب. لا اله الا الله. في كل مربع من دول كده بنزل بمعلقة كبيرة كده من الحشوة اللي احنا عملناها دي، بيكون طعمها حلو قوي. بالطريقة ديت كده بتخلصي اسرع يعني الموضوع، ثواني بتاخدش وقت معاكي. يلا يا قمر ابعتي هاتي بقى كده لفة جلاش واعملي لولادك وفرحني. في الشتاء بيبقى الواحد عايز حلويات كتير، بنعمل حلويات كتير في الشتاء لان الساقعة بتأكل. هاجي بقى الصينية بتاعتي ما حطيتش اي سمنة، ما ورقتيش الجلاش يا ام يوسف، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي، وهيطلع مورق معانا ورهيب رهيب كده. رهيب ولا رهيب. هقفل بقى كده على شكل مثلث. طيب انت لو مش عايزة تعمليها كده وعايزة تعمليها بحشوة مكسرات او حاجة، هتجيبي الكمية بتاعة المكسرات بتاعتك، زي كوباية كده من المكسرات، وتكوني عاملة عندك سيرب اللي هو الشربات، وتحطي معلقتين 3 وتقلبيهم كده وتبدأي تحشي بيهم الجلاش. ليه؟ عشان لو حطيتي المكسرات كده مش هتقدري تقفلي الجلاش، وهتلاقي الحشوة هتطلع منك كده من ورقة الجلاش بتاعتك. فالسيرب بيخلي الموضوع يعني مسيطرة عليه شوية. وتبدأي تحشي برضو وتقفلي بنفس النظام، تعمليه صوابع، تعمليه كله في صينية واحدة، ترجعي تقطعيه براحتك يعني. ليه وصفات كتير جدا. خلصت بقى كده الكمية كلها، وهجيب الصينية بتاعتي وابدأ ارص فيها. هنا كنت كل شوية بقطع كده بالسكينة لاني كنت خايفة اقطع جامد اقطع المفرش. والنوع ده على فكرة من الحلويات ده غالي جدا، محلات الحلوانية. خلصت الكمية، اجيب الصينية بقى وارصه عادي كده. السر في ايه بقى؟ السر في معلقتي. هقول لكم ايه هو السر دلوقتي اللي بيخلي الجلاش معاكي مقرمش واخد لون حلو في التسوية. وكمان مهم قوي قوي مدة التسوية تسويه صح، مش اول ما تعلي النار واول ما ياخد لون معاكي اللي هو تطلعيه، لا. هقولك بيستوي ازاي دلوقتي. الجلاش يا جماعة بيستوي على درجة حرارة 180 وبيقعد في الفرن 40 دقيقة. معلقة بيكنج باودر على 3 معالق سمنة من نباتي على معلقتين سمنة فلاحي عشان تدي طعم. حابة تستخدمي نوع واحد من السمنة بس براحتك. هي كوباية سمنة، مقدار كوباية سمنة اللي هي كوباية المية بتاعة المطبخ، عليهم معلقة مليانة كده من البيكنج باودر وتقلبيه حلو قوي. تعالوا هنا بقى كده نحطه على الجلاش عشان يورق معانا، ونبقى ده التشريبة بتاعته. طبعا اي سمنة هتكون زيادة معاكي بتفضل في الصينية، بتقدري تصفيها بعد ما يستوي. زي ما اتفقنا هندخله الفرن كده مع بعض على درجة حرارة 180، تكوني مشغلة الفرن قبلها ويكون سخن قوي. الفرن يكون سخن جامد معاكي كده، وتقومي حطاها على الرف في النص، تقعد معاكي 40 دقيقة على درجة حرارة 180. تعالوا بقى كده كنت طلعت الحمام هاخده عشان احمره، والسمنة كمان بتاعتي كانت استوت معايا. استوت ازاي السمنة ديت؟ حطيتها لما تيجي تعملي سمنة تسيحي زبدة، حطيها في حلة أكبر من الكمية بتاعتك عشان بتفور زي اللبن، وأول ما تغلي بتهدي النار وتقلبيها وتسيبيها لما تستوي. ده كده الحمام بالخلطة، أنا عاملاه معاكم كتير، إن شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع عمل الحمام بالخلطة، تحفة يشرفك في أي عزومة في أي مناسبة، بخلطة رهيبة كده. هسيبه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف اللينك بتاع عمل الحمام بالحشو بالرز بالخلطة. بصي بقى لو عندك عزومة او حاجة برضو حابة تقدميه بشكل حلو تقدميه زي انا ما بعمل كده، ورق الفويل كده بيديله منظر، بيكون شكله شيك معاكي على الصينية. عزومة بقى، عشا، عروسة، اي حاجة، اي مناسبة يعني عندك. والشوربة لونها حلو قوي قوي،
اللهم صل على النبي. كنت سالقه لحمه بقى، ادم مش عايز ياكل حمام، فكنت سالقه له هو ايه لحمه كده لوحده. حد يقول له حاجه، حد ما ياكلش الحمام ده طعمه تحفه، رهيب ولا رهيب. بس خلاص كده انا حطيت بقى الغدا عشان ابو يوسف كان ايه خلاص قرب يوصل. ده كده بقيت الكميه بتاعه الحمام اللي عملناها. تعالوا نشوف الجلاش، تحفه. زي ما اتفقنا شربات الجلاش بيكون آه تقيل وكمان بيكون سخن. بصوا والله العظيم تحفه كده. بصوا مورق بالورقه كده، تحفه، ولا الحشوه طلعت منه ولا اي حاجه خالص. بس كان سخن، مش عارفه امسكه عشان اوريكم. تحفه كده، اللهم صل على النبي يعني. باجيب بقى كده كوبايه من السيرب اللي عملته ده كده واضيفه عليه. انا بعمل السيرب اكتر شويه لاني بشيله عندي يعني. انتي اعملي كوبايه سكر على كوبايه سيرب على كوبايه ميه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده.